على مناطقنا. طالعنا من قريتنا وجينا لهون على القامش، لان هنا كنا بالضيعه. ابني وابوه قرروا ينضمون للرفاق مشان يطالعون هالقوى الظلاميه اللي جايه تقتل اولادنا وتخرب بيوتنا وتنهب ممتلكاتنا. ابني فيصل وابوه ما رضوا، انه عالم جايه ما نعرف من وين. فاطمة حسن الجاسم والدة الشهيد فيصل وزوجة الشهيد دعار. ببداية الأحداث نحن كنا بالشام. بال 2013 رجعنا من الشام على ضيعتنا. عام 2014 الجيش الحر صار قريب على قريتنا، وصار معركة بينهم وبين الرفاق. قلنا مين هذولي؟ قالوا والله هذول الآبوتشية عم بيقاتلوا الجيش الحر. بعدها كمان بفترة اجوا الجيش الحر على ضيعتنا، دخلوا على ضيعتنا. صار يجينا ضرب من وين؟ من الفوج تبع النظام. صار يجينا مدافع. نحن طلعنا من الضيعة فاتوا بها الجيش الحر. رحنا وين؟ اجوا جماعة الخزنة، هم جماعة كراد طبعا الله يعطيهم العافية. اجوا اخذونا من الضيعة، صار الطيران يضربنا يفكرونا انه احنا مع الجيش الحر، بس نحن هربنا من القرية. رحنا ظلينا شي 10 ايام عند الخزنة. جماعة استضافونا بكل رحاب الصدر وما قصروا معانا يعني. بعدها انتقلنا على القامشلي. عام 2015 ابني انضم للرفاق. بال 2016 ابني استشهد. لما استشهد واجوا رفقاته لعنده وتاثروا كثير كثير وخففوا عني وواسوني. انا كثير يعني صحيح كنت زعلانه على ابني، بس انا انبسطت يعني انه جماعه يعني في اخوه في محبه لابني، يعني مع انه مكون ثاني، بس يعني ما حسيت انه في فرق بين المكون هذا والمكون هذا من خلال اصدقائه اللي عم يجوني يواسوني بابني. انا الصراحه قررت انه لو فيني انضم، شلون انضم لهالحركه هي. يعني كثير عجبني فكرهم انه عم بيناضلوا عن غيرهم، يعني عن المكون العربي. يعني قرانا ما كان فيها كرادي صراحه، قرانا اللي احنا كنا عايشين فيها، وعم يناضلوا وعم بيقاتلوا وعم يستشهدوا. يعني انا كثير حبيت اني انضم لهم. باخر 2016 انا رحت صرت حارس على المدرسه، طلبت وظيفه والرفاق وافقوا، صرت حارس على مدرسه احمد شوقي. ضليت لل 2017. استشهد كمان زوجي الله يرحمه. 2018 قالوا الرفاق نحن ما عاد نقبل انك تضلين عند الباب، يعني احتراما الكي شهيدين ما نقبل، يعني احنا ما نقبلها على حالنا انك تضلي واقفه على الباب. انتقلت بعدها على ناحيه قامشلو. طبعا ضليت بالناحيه لل 2019. 2019 رحت انتقلت، الرفاق نقلوني على التنوريه، بلده التنوريه، هفسروك البلديه تبع التنوريه. وبعدها كمان فتره صرت هفسروك مجلس بلدات النوريه. ضليت شي 2 تقريبا بالتنوريه، وبعدها جيت لهون، جيت على مجلس عوائل الشهداء، انتقلت لهون مجلس عوائل الشهداء. هي صار لي تقريبا 4 سنوات انا عم داوم هون. يعني كثير انا لما اختلطت مع الرفاق وشفت انه فكرهم يعني فكر ديمقراطي حر، ينادون باخوة الشعوب، فكر القائد. انا قبل ما كنت اعرف شيء عن القائد ولا عن الابوتشيه. بعدين قلت هفال انا بدي كتب، بدي اقرا عن تاريخ القائد، بدي اعرف شيء عن الرفاق اللي تحكوا لنا عنهم دائما، ان الرفاق السجون، شهداء السجون، شهداء الاوائل. والرفاق جابوا لي كتب، وانا تعرفت على القائد وتعرفت على فكر القائد وتعرفت على الشهداء الاولين مثل حق قرار، مثل مظلوم دوغان، مثل كمال بير. يعني اخذت نظره، وانا كثير يعني تعلقت بهالفكر هذا،
فكر القائد اللي ينادي بحرية الشعوب، ينادي بحرية المرأة، ينادي بأخوة الشعوب. يعني وبدأت مسيرتي الصراحة من 2016 تقريبا، آخر 2016. أي شيء يصير مع الرفاق أنا أشارك. ما رحت على رأس العين لما كان قبل ما تحتلها تركيا، نحن رحنا كدروع بلكي مشان نحاول نحمي هالمنطقة من العدوان التركي. وفي الفترة الأخيرة أنا كمان رحت على 6 تشرين، شاركت مع رفاقي مشان الدفاع عن السد، ورفقاتي استشهدوا 6 من رفقاتي اللي انضميت معهم، الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته. أنا يعني كنت أتمنى أنه أنا كمان أستشهد، بس ما حالفني الحظ. المجتمع العربي ما تقبل هالفكرة إنه عربية وعم تشتغل مع الرفاق، إنه عيب وما يصير وما بعرف إيش. فأنا قلت لهم يعني أنا أؤمن إنه هالفكر هذا صح، وعم بناء يعني يحترمون المرأة. الرفاق عم بيقسوا المرأة تقديس. أنتم نظرتكم لحد الآن مو منفتحة ومنتم متطورين وعقولكم لساتها مسكرة. لو انكم تختلطون مع الرفاق شوي وتقعدون معاهم وتشوفون فكرهم ونظرتهم للمرأة ونظرتهم للمجتمع العربي ونظرتهم للمجتمع بشكل عام، ما عندهم أي تفرق بين كردي بين عربي. بس انتم للأسف عم تحكوا من وجه نظركم. أنا ما أترك عملي وما أترك الرفاق. حاراتنا بيت كردي بيت عربي، يعني تعايش سلمي في محبة في أخوة يعني. وهالحركة وهالثورة زادت الرابطة أكثر، رابطة المحبة وأخوة الشعوب زادت أكثر من خلال هالشهداء العرب، شهداء الكراد يعني اللي وحدوا القلوب صراحة. شهدائنا وحدوا قلوبنا. أنا لو ما شهدائي ما كنت اختلطت يعني بالمجتمع الكردي، كنت بالقرى عايشة. بس هالشهداء خلونا نتعرف على بعض، خلونا نشوف يعني فكرهم وآرائهم، وصار في يعني تعارف من خلال عملي. عم شوي شوي أنا والله يعني صار لي أكثر من تقريبا صار لي 10 سنوات أنا ما حسيت حالي الصراحة عربية أبدا. يعاملوني بكل احترام، يعاملوني بكل تقدير. والله العظيم أنا ما حسيت أبداً إني أنا غريبة بيناتهم، بالعكس حسيت إنهم إخواتي حقيقيين. حسيت في محبة، في احترام إلي. أنا ما حسيته عند العرب صراحة. عند العرب ما حسيت هالإحساس مع رفقاتي الكرديات الصراحة. أنا بحكي من دون مجاملة والله العظيم، بيحبوني بيقدروني بيحترموني، يشاركوني لقمتهم بيشاركوني إياها، كاستهم كاسة الشاي بيشاركوني إياها. يعني صراحة أنا كثير بفتخر بصداقتي للنساء الكرديات ولهالمجتمع الكردي. أنا أوجه رسالة لكل من يسمع صوتي: تعالوا على روج آفا واكتشفوا بنفسكم مدى محبة هالشعب، مدى احترام هالشعب لجميع المكونات، مدى صدقه، مدى تضحيته. يجوز أنتم ما شفتوا وما إلا تجون لهون تشوفون إنه هالشعب في ناس عم بتشوه صورته. تعوا خالطوهم، تعوا عاشروهم، تعالوا اكتشفوا إنه هالشعب مضحي، إن هالشعب كان مظلوم. أنا أتمنى إنه صوتي يصل لكل العالم، إن الشعب الكردي هو أخونا، هو صديقنا، هو قاسمنا أفراحنا وأحزاننا على مدى السنين. نحن أخوة بهالبلد، نحن ما شفنا منهم غير كل خير وكل تضحية. ضحوا بأولادهم مشان حمايتنا ومشان ما تنتهك أعراضنا. أنا أتمنى إنه الشعب اللي يسمعني، الشعب الكردي، تجي العالم وتشوف مدى إنسانيته، مدى أخلاقه، مدى محبته للمجتمع اللي حواليه. بيحبوا المجتمع الكردي، بيحبوا المجتمع الأرمني، بيحبوا المجتمع السرياني، بيحبوا جميع المجتمعات. وأنا من خلال
كاميرتكم أتمنى إنه الشعب الكردي ينال حريته، ينال حريته ويحصل على الشيء اللي بده إياه، وإنه تضحيات هالشهداء ما تروح، وإن شاء الله الأهداف اللي ناضلوا من أجلها يحققونها.